بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الخير أو صباح الخير، أي وقت بقى بتشوفوني فيه. ربنا يجعل أيامكم كلها وأوقاتكم بالخير. أنا معايا هنا دي كبدة، كبدة اهي زي ما انتوا شايفين متقطعة أنا خليت الجزار قطعها لي كبدة اسكندراني صغيرة على طول مرة واحدة، وحطيت عليها قطعة قطعة دوش زي ما انتوا شايفينها اهي. واضحة معاكم؟ معايا بقى هنا هحط لها بقى بهاراتها. معايا ملح ومعايا كمون ومعايا فلفل وشطه توم باودر وبصل باودر وبهارات مشكله وربع معلقه صغيره جنزبيل، ومعايا نص معلقه صغيره مرقه فوريه. هضيفهم بقى كلهم عليها كده. ومعانا لسه في حاجه تانية هتضاف طبعا، مش دي بس لوحدها. معايا كمان الكبده الاسكندراني بقى حلاوتها بتضيف لها نص ليمونه كده اهو عشان تكمل. انا معايا هنا دول 3 مقالي علشان انا هعمل 3 اصناف مع بعض. ومعايا هنا معلقه ثوم صغيره اهو. هضيفهم بقى، هقلب كل التقليبه دي حلوه قوي مع بعض اهو زي ما انتم شايفيني. اذكروا الله وصلوا على رسول الله، وما ننساش طبعا ندعي لاخواتنا في فلسطين وغزه وسوريا ولبنان والسودان وكل حته وجميع الدول العربيه، اللهم انصرهم نصر عزيزا مقتدر، اللهم امين. تقلبهم بقى حلو قوي قوي كده مع بعض اهو. الكبده البلدي يا جماعه ما بتتغسلش، الكبده البلدي ما بتتغسلش، تتجاب بتتعمل على طول عشان ما تنزليش فوائدها. زي ما انتم شايفين انا قلبتها. طبعا انا معايا هنا المقلايه مولعه عليهم وهما الثلاثه فيهم زيت. هبدا اضيف ده على طول كده اهو اهي. هعلي عليها بس النار سنه صغيره واجهز معاكم الوصفه الثانيه واوريها لكم. بصوا بقى يا حبايبي، انا نسيت الكاميرا شغاله وكنت عماله اتكلم معاكم وبشرح لكم انا بعمل ونسي خالص ان الكاميرا ما فتحتهاش. انا معايا هنا ده سجق، ده حوالي يعني ربع كيلو وشويه. قطعته زي ما انتم شايفين كده، قطعته يعني قسمته بالنص وحطيت عليه نفس البهارات اللي انا حطيتها على الكبده. ملح وفلفل وكمون وتوم باودر وبصل باودر وجنزبيل ومرقه فوريه وبهارات مشكله ونص معلقه توم. حطيتهم زي ما انتم شايفين وقمت مقلباهم وقمت ضيفاهم في الزيت على طول. ومعايا هنا ده الصنف التاني برضو من الكبده بقى لان انا عندي حد ما بيحبهاش الا كده. ديتي يعني حته كبده على قد الفرد اللي هياكل بس. حطيت بس عليها ملح وفلفل وكمون ونسيت احط لها شطه. استنوا بقى ما اجيب الشطه واحطها. ضفت لها بقى نقطه شطه صغيره كده على قد ما تكتريش من الشطه، هي اللي ما بيحبش الشطه. هقلبها مع بعض كده، اقلب كله مع بعض وهضيفه برده في المقلايه وهسيبهم ياخدوا يدوا مع بعض بشكل ودي زي ما انتم شايفين كده. ايوه قولوا لي ايوه كده عشان ايديكي يا اموله. الكبده اللي انا بعملها ديتي اهي واضحه قدامكم. الكبده اللي انا بعملها ديت هتلاقوا عليها دلوقتي حاجه اضافه متضافه عليها، ما توقعش ان في حد بيعملها قبل كده. طبعا ايدي لازم تبقى في كل حاجه حواليا، ابقى واقفه وعيني على الاكل، وما تنسوش زي كده عشان الاكل ما يتحرقش منكم. وما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. شايفين السجق بس يتعمل مع بعضه حلو كده. واقلب طبعا الكبده معلق بس النار بس شويه. هسيب بقى ديت الكبده تكمل بس سوا شويه هي والسجق والكبده التانيه، واوريكم بعد كده بقيه الاضافات اللي هتضاف عليها. بصوا بقى هي دلوقتي الكبده استوت اهي معايا، او مش استوت سوا كامل يعني 3/4 سوا. ابدا اضيف لها دول قرنين فلفل بارد، ومعاهم نص قرن واحد فلفل حامي. عاوزه تكتر اكتر من كده برده براحتك. ان انا هضيفه على الكبده هنا نفس اللي انا هضيفه على السجق. فانا معايا هنا برده بقيه الفلفل البارد والحامي هضيفه هنا عليه اهو زي ما انتم شايفين كده. ومعايا دي جزرايه مبشوره اهي، دي جزرايه مبشوره برده هضيف ال3/4 هنا والربع هنا، نفس اللي انا ماشيه بيه هنا هحطه هنا زي ما انتم متابعين. وعيني برده على الكبده الثانيه بتستوي. اقلب حلو وذوقي بقى بعد كده احلى كبده اسكندراني ممكن ان انتوا تعملوها.
انا ولادي يحبوا الكبده الاسكندراني، بيحبوها اكتر من الكبده المحمره. اهو زي ما انتم شايفين كده، واضحه كل حاجه قدامكم اهو. اقلب برده ده، ومحدش يقول لي يا نفس المعلقه اللي انتوا بتستعمليها هنا هي هما الاثنين نفس الصنف باختلاف في النوع. يعني نفس اللي انا بضيفه هنا بضيفه هنا، بس ده سجق وده كبده. واخدين بالكم معايا؟ لا واخدين بالنا معاكي يا امونه. اقلب بقى الكبده بتاعتي حلو برده كده، سيبها بقى ايه تستوي. على فكره انا مهديه النار على الكبده ديت علشان ايه، على ما انا اخلص دول تكون ديت ايه خلصت معايا. بس هي الكبده طالما متقطعه صغير كده ما بتاخدش وقت في السوا. نكمل بقى واوريكم هنعمل ايه. بصوا بقى هي دي ما شاء الله خلاص تعتبر كده بقت 99% مستويه. انا المفروض ان انا هضيف عليها طماطم متقطعه، بس انا بصراحه ما فيش عندي طماطم مقطعه، فمش هعطل يعني ولا هقف عليها. طلعت كيس صلصه من الفريزر، فكيته بس في الميكروويف، وبعد كده هبدا اضيف ايه، هضيف هنا حبه اهو، بس هي الاصليه بتاعتها بالطماطم المقطعه، وهنا برده حبه. بس يعني هي مش هتعترض ولا هتقول لنا لا، هتمشي برده. صح ولا انا غلط؟ وبعدين احنا الجيش قال لنا ايه، لازم نتصرف. هو بصراحه الوصفه ديت انا بعملها بالليل مش بالنهار. احنا دلوقتي دي بجهزها علشان ايه، مش بقى اخر الليل مش هنبقى كدابين يعني، ده سحور. انا بجهز ديت دلوقتي للسحور. احنا صايمين في شعبان، وانا بجهز ايه، بجهز ديت للسحور. معايا بقى المقليه معلقه تانيه، طبعا المقليه التانيه دي زي ما انتم شايفين. هوريكم بقى ايه، هوريكم بقى انا هضيف على الكبده ديتي حاجه انتوا هتستغربوها قوي، مش عارفه في ناس بتعملها ولا لا. اللي بيعملها يقول لي ايه في التعليقات ان هو بيعملها. شوفوا بقى الاضافه اللي انا هضيفها على الكبده ديتي، دول بيضتين. عايزه اضيف اكتر ضيفه طبعا براحتي. هكسر البيضتين هرجهم بس كده مع بعض، وهضيفها على الكبده على طول. تاخد بقى البيض بيتقلى من نفس زيت الكبده، بيديلها ايه طعم خرافه، تبقى بقى كلها ايه تحفه. جربوها مش هتندموا. انا في ناس كانت اول مره لقيتها وانا عاملاها، ناس قريبين مني لو سمعوا الفيديو يعرفوا نفسهم. كانوا عملتها مره، كانوا اول مره يشوفوا ان البيض محطوط على الكبده، بجد كان يومها مذهولين وقالوا لي ازاي لا مش عارف ايه، مش هتبقى حلوه ازاي هناكل بيض بالكبده. وبعدين قلت لهم طب جرب، مش هتخسر حاجه يعني، جربها من يومها لحد الان. الكلام ده كان من كذا سنه لحد الان. كبده اتعملت البيض بالزيت بتاع الكبده. ممكن حاجه تشيلي الكبده تحطها في طبق لوحدها وتعملي وتقلي البيض وراها. معانا برده اهي الكبده الاسكندراني هي برده خلصت معانا خلاص. انا بقى هطفي النار على دي، وبرده السجق نفس الحكايه خلص، هطفي النار عليه كده. دلوقتي الثلاث وصفات بتوعي خلصوا مع بعض. هوريكم بقى نعمل ايه بعد كده. اهي الكبده بقى دلوقتي بعد ما خلصت معانا اهي، نبدا نعملها ايه في السندوتشات. انا طبعا غرفت الكبده اللي هي المحمره والمحطوط عليها البيض. هبدا اعمل معاكم بقى ايه السندوتشات الكبده اهو. عايزه بقى تعمليها في كايزر اعمليها، عايزه تعمليها في عيش من اللي هو الشامي، او مش عارفه بتسموه بصراحه بلدي بتسموه. اوريهولكم اهو ثانيه بس معايا كده، اللي هو ده شايفين اهو، العيش السياحي يعني، عيش سياحي افتكرت عيش سياحي. ابدأي بقى ايه، حط لهم طحينه، اللي بيحب طحينه حطي له، اللي بيحب الكاتشب حطي له، قلت لهم اعمل لهم اي حاجه هم بيحبوها. المهم ان هم ايه ياكلوا ويتبسطوا ويبقوا فرحانين. وبعدين يعني هو احنا لنا بركه اللي هم دول ولادنا حبايبنا وروحنا، لازم نعمل كل حاجه حلوه عشانهم زي ما انتم شايفين كده. هكمل بقى معاكم، هكمل كل السندوتشات بنفس الطريقه واوريكم بقى ايه النهايه. شوفوا بعد ما خلصت كل السندوتشات اهي، طبعا عملت في العيش السياحي زي ما انا قلت لكم اهو. عملت السندوتشات وضفت لها الطحينه، وبرده ادي سندوتشات الكبده اهي سندوتشات الكبده في الكايزر، عملتها في العجه وعملت برده السجق بنفس الطريقه برده اهو. عملته في العيش السياحي وعملته في الكايزر بنفس الطريقه.
جربوا الوصفة وإن شاء الله هتعجبكم. أستودعكم الله، دمتم في رعاية الله، مع ألف سلامة. وما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لي في التعليقات تسلم إيديك يا أمولة. دمتم في رعاية الله.